المهم مين واقف جنبك في الفيديوهات؟ بيقول لي ايه الماده اللي بتحبها زائد ليه بدات اليوتيوب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخواتي وحبايبي. النهارده زي ما انتم شفتوا في عنوان الفيديو هرد على كل الاسئله اللي اتسالت لي في الكومنتات. بس قبل ما ابدا الفيديو يا صديقي ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده وتكتب لي في الكومنتات عندك كم مشترك على قناتك، عشان ان شاء الله الفتره اللي جايه هعمل حمله وتنزل تشترك دلوقتي وتفعل الجرس عشان نوصل القناه 100,000 مشترك، عشان اللي جاي ان شاء الله دمار على جمهور طرزان. طبعا اخواتي السؤال الاول من اي جيمر بيقول لي كم عمرك وهل ارتبطت قبل كده؟ بص يا حبيبي وحبيب قلبي، بصوا حكايه عمري انا عندي 21 سنه، ومحدش يقول لي انت دخلت الجيش وما دخلتش الجيش عشان مش هرد السؤال ده. تمام؟ هل ارتبطت قبل كده؟ لا كتير كتير، 1 2 3 4 6 8، لا كتير ارتبطت وحبيت واتحبيت كانت كلها طين على دماغي. السؤال الثاني، طب السؤال الثاني من برنس شوجر بيقول لي شنو درست، علمي ولا ادبي؟ لا انا علمي حبيبي، بس بصراحه انا ما بحبش التعليم. يعني في واحد يقول لي ما بتحبش التعليم، لا مش حكايه كده، بس انا يعني بحب اليوتيوب والتيك توك او السوشيال ميديا. ما حدش يقول لي انت انسوحت فيهم، لا هو بصراحه انا حابب اليوتيوب، حابب الشهره، حابب الفانز، حابب يكون ليا ناس بتحبني، جمهور، حد متابعني. وبصراحه يعني المجتمع ما عادش فيه تعليم زي الناس، فانا بصراحه بحب اليوتيوب وكنت بدرس علمي. والسؤال الثالث من محمد علوي بيقول لي انت عندك كام سنه وفي سنه كام؟ انا لسه قايل يا حبيب قلبي عندي 21 سنه، بس عشان لسه قايل هوفر عليكم الوقت واقول لك انزل اعمل لايك. شايفك كده مستمتع بالفيديو، انزل اعمل لايك واشتراك، عايزين نوصل القناه 100,000 مشترك. السؤال الرابع، السؤال بيقول من علي احمد انت لما بدات في اليوتيوب او التيك توك كانت بدايتك عامله ازاي؟ والله يا حبيب قلبي بص، هو انا بدايتي بصراحه كانت ليبسينج، بس انا ما انصحش اي حد ان يبدا الليبسينج في اليوتيوب او التيك توك اصلا، لان بتكون بدايه سودة عليه وعلى دماغه وما فيهاش اي نجاحات. يعني متهيألي اللي بينجحوا بس اللي هم كانوا يعني بادئين اصلا الليبسينج زي شريف خالد والناس دي. انا مش بحبش اعمل دعايات لحد اصلا، بس بصراحه ما تبداش الليبسينج، لان بدايتي كانت زي الزفت لما اتفرجت عليها دلوقتي. فهي بدايتي كانت ليبسينج يعني، وهحطها لكم هنا او انتوا تروحوا شوفوها على التيك توك، ده حسابي عشان بصراحه انسى احطها لكم هنا. والسؤال اللي بعده من هيا المهم يعني بتقول لي فين الاي دي بتاع بابجي؟ بص الاي دي بتاع بابجي عندي على الانستجرام، انا مثبته فوق اصلا تمام في البايو، فاللي حابب يلعب معايا بابجي بقى واي دي وكده يروح يعمل لي فولو على الانستجرام. اسيب لكم رابط الانستجرام تحت في الوصف، كله يروح يعمل لي فولو هناك ويجي نلعب بابجي، وانا اول ما افتح هقبل طلب الصداقه وهنلعب مع بعض. والسؤال اللي بعده من سيفو برو بيقول لي بقالك كام سنه في اليوتيوب؟ بص يا حبيب قلبي انا بقالي دلوقتي حوالي 12 شهر، يعني سنه بالظبط على اليوتيوب. بس انت لو عايز تبدا على اليوتيوب هقول لك على كام حاجه كده على السريع، ما تعملهمش عشان انا عملتهم بصراحه ندمت عليهم. لما تيجي تنزل فيديوهات يا ريت تبدا بفيديوهات طويله على طول، ما تبداش فيديوهات صغيره، لان دي بصراحه هتزعلك زي ما هي مزعلان دلوقتي وبحاول اصلح منها. والسؤال من نفس الشخص برضه سيف برو بيقول لي ايه طموحاتك الفتره الجايه؟ بص يا حبيبي ان شاء الله طموحاتي الفتره الجايه يعني ان انا عايز اكسر اليوتيوب، عايز اكسر التيك توك. انا يعني تقدر تقول ان انا نفسي اوصل ل 10 مليون متابع على التيك توك، 10 مليون مشترك على اليوتيوب، هكسر الدنيا ان شاء الله. فبيكم وان شاء الله باذن الله هكون الفتره الجايه في حسن ظنكم وهتكون مكسر اليوتيوب. والسؤال اللي بعده من فيلماتير بيقول انت عندك كام اخ وفي سنه كام وبحبك موت؟ حبيب قلبي يا فيلماتير، وحته ان انا عندي كام اخ، عندي 3 غير الحمد لله 3 رجاله. وفي سنه كام يعني بلاش دي عشان مش حابب اقولها بصراحه، لان انا متعصب من حته التعليم اصلا. السؤال اللي بعده، والسؤال اللي بعده حبيب قلبي من عبد الله احمد بيقول لي انا بحبك قوي زائد ان انت بتلعب ببجي ولا لا؟ حبيب قلبي وانا كمان بحبك والله، وبحب كل جمهور طرزان. بالنسبه ان انا بلعب ببجي بلعب ببجي، هتلاقي الاي دي بتاعي في الانستجرام، هتلاقي رابط الانستجرام تحت في الوصف، روح هناك اعمل لي فولو وتعالى خد الاي دي وابعت لي طلب صداقه، واول ما افتح هقبله وهنلعب سوا يا حبيبي. والسؤال اللي بعده من عمر عاطف بيقول لي ايه الماده اللي بتحبها زائد ليه بدات اليوتيوب؟ الماده اللي بحبها الى احياء وما حدش يسالني يا جدعان في حته التعليم تاني بالله عليكم. ليه بدات اليوتيوب؟ عشان انا حابب يكون ليا قناه على اليوتيوب، حابب ان انا يكون ليا جمهور، حابب ان يكون في ناس شافت فيديوهاتي حبتني تابعتني. انا عايز انتبه طرزان، بحبه بتابعه بسمعه بضحك كل واحد كبير او صغير، فانا والله يعني حابب ان انا يكون ليا جمهور على السوشيال ميديا. والسؤال اللي بعده من عدنان انت بتصور على تيك توك بكاميرا ولا بموبايل؟ وشو اسم البرنامج اللي بتستخدمه؟ بص يا حبيب قلبي انا بصور بموبايل مش بكاميرا، لان انا بصراحه مش ما حبيتش موضوع الكاميرا فبصور بموبايل. البرنامج اللي انا بستخدمه كاب كات، بصراحه انا ما لقيتش احسن من كاب كات في المونتاج، ولا في ان ولا كل ماستر. بصراحة كاب كات متعة في المونتاج، يعني كل الفيديوهات اللي انت شايفني بمنتج عليها كلها على كاب كات. والسؤال اللي بعده كيم بتقول لي بتلعب بابجي من امتى؟ انا بلعب بابجي يعني من ساعة ما بدأت السوشيال ميديا، لان انا بصراحة اول ما دخلت في السوشيال ميديا حبيت ان انا ابدأ كل حاجة مع بعض، يعني فيس
يوتيوب، تيك توك، بابجي. حبيت ان انا اشوف كل حاجه مع بعض كده، وانشأت كل حساباتي وبدات العب بابجي باليوتيوب بالتيك توك. يعني لعبت اللعبه مره واحده زي ما بيقولوا. والسؤال اللي بعده من واي اي 387. المهم، مين واقف جنبك في الفيديوهات؟ ده صراحه السؤال ده جه في محله وانا كنتش عايز يتسال بصراحه، بس هو جه في وقته. اللي واقف جنبي في الفيديوهات والله يعني هم صحابي بصراحه، وهم عدد معين مش اي عدد بصراحه، وهقول اساميهم في الفيديو ده. الحمد لله اللي واقف جنبي يعني، واكتر حد واقف جنبي في الفيديوهات كان مصطفى جمعه، بصراحه دي ساندني جامد يعني. الشخص التاني الحمد لله ربنا يفك دقته يا رب، مصطفى العرشي، الراجل ده سندني ياما وعامل معايا احلى واجب يمكن اكتر من مره. الشخص التالت حفوظه برضه كان بيشجعني. الرابع كاكا مصر اللي منور التيك توك، وده ايميله برضه كان ظابط الدنيا بصراحه، واقف جنبي على طول وساندني. والسؤال اللي بعده من عبد الرحمن هشام، بيقول لي نصيحه عشان نكمل في اليوتيوب، وادينا اي نصيحه. بص حبيب قلبي، يعني هديك كم نصيحه كده على السريع عشان ما اطولش عليكم. وموضوع انك تدخل في اليوتيوب ده مش موضوع سهل خالص. يعني عشان تدخل في اليوتيوب اول حاجه لازم يكون نفسك طويل. تاني حاجه ان كنت يعني عايز تدخل في اليوتيوب، ابدا فيديوهات طويله على طول. يا ريت ما تبداش فيديوهات صغيره. النقطه دي انا بتكلم فيها على طول عشان انا عملتها وبصراحه ندمان شويه يعني. فان دخلت في اليوتيوب ابدا فيديوهات طويله على طول، وان شاء الله ربنا يكرمكم ويكرم الجميع. والسؤال اللي بعده من ندى فتحي، بتقول لي كنت بتتمرن حاجه قبل كده؟ لا بصراحه يعني انت شايفين ما عادش. السؤال اللي بعده من احمد منصور، بيقول لي انت كان نفسك تطلع ايه وانت صغير؟ والله حبيب قلبي وانا صغير ما كانش ليا يعني طموحات ان انا اطلع حاجه، بس لما كبرت شويه عرفت السوشيال ميديا، حبيت اليوتيوب والتيك توك، عشان كده انا دخلت فيهم ومكسر الدنيا زي ما انت شايف الحمد لله. 200,000 متابع على التيك توك و65,000 مشترك على اليوتيوب الحمد لله. فان شاء الله الفتره اللي جايه هتكون احسن، ويعني باذن الله انتظرونا في حاجات احسن. وانزل دلوقتي اشترك في القناه وفعل الجرس عشان بصراحه انا نفسي اكمل ال 100,000 مشترك. السؤال اللي بعده من مورين يا جدعان ما تكتبوا اساميكم يا جدعان في ايه؟ المهم بيقول لي كام مره حبيت. والله بصراحه حبيبي انا الموضوع ده مش هحكي فيه تمام. فهنخش السؤال اللي بعده على طول. والسؤال اللي بعده المفروض كان يكتب انا احمد يعني. المهم كاتب لو ما كنت صانع محتوى كنت هتحب تبقى ايه؟ والله يعني بصراحه تعليم مفيش حاجه بعد كده. بس انا زي ما قلت لكم في اول الفيديو عشان مش حابب احكي في النقطه دي كتير، انا خلاص يعني بقى ادماني وحبي في اليوتيوب والتيك توك، فمستحيل نسيبهم مهما حصل. طول ما ربنا مديني طول العمر والصحه الحمد لله ومكمل، هفضل مكمل في اليوتيوب والتيك توك ومش هسيبهم. طبعا اخواتي كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. شكرا على اسئله جمهور طرزان، والله العظيم بحبكم قوي وبشكر كل دوله اي حد بيتابعني منها. وكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. انزل دلوقتي اعمل لايك واشتراك قبل ما تطلع من الفيديو، وعايزين نوصل القناه دي 100,000 مشترك. وحساب الانستجرام بتاعتي لو تحت مثبت في اول كومنت. وان شاء الله فيديوهات جديده، فيديوهات طرش الفتره اللي جايه. انتظروني في فيديوهات جديده. بحبكم.